5 طرق شرعية تقدر ان انت تيجي بيها ألمانيا الى حد ما بصورة سهلة وبسيطة، مش بطريقة معقدة زي الهجرة الغير شرعية وتقطع الباسبور وتحرق صباعك والقصص الغريبة اللي بتحصل. 5 طرق شرعية تقدر ان انت تيجي بيها، تقدر ان انت تسعى في الطرق دي من غير شركات، من غير ما تدفع فلوس والى اخره، وتيجي الى حد ما بصورة هادية وبسيطة وتبدأ حياتك هنا على نظافة. تعمل ده ازاي؟ تعال احكي لك بقى كل حاجه بالتفصيل. بس قبل ما ابدا حكايه هقول لك على حاجه بسيطه صغيره، موقف عشان بس ايه ما يعني الناس ساعات بتستسهل كده، فانا عشان ما تستسهلش هقول لك قصه سريعه. راجل قابلته هنا في الشارع، كنت بتكلم في التليفون عادي، بتكلم ماشي في الشارع، بتكلم في التليفون مع واحد صاحبي في مصر، وانا ماشي بتكلم في التليفون الاقي الراجل يسمعني وانا بتكلم فيوقفني يقول لي لو سمحت يا استاذ هو انت مصري؟ وبيتكلم مصري. فقلت له مصري، بس معلش ثانيه واحده اخلص التليفون. وخلصت التليفون بسرعه وقلت له نعم اهلا وسهلا. قلت يمكن يكون محتاج مساعده او حاجه. قال لي ما تيجي نقعد نشرب حاجه مع بعض. فقلت له طيب تعال. رحنا قعدنا على كافيه نشرب كوبايتين شاي كده مع بعض. وفاجئ ان الراجل بيقول لي ان هو في المانيا بقاله 36 سنه. الراجل شكله تعبان شويه، يعني جسديا تعبان، الهدوم مقطعه شويه، شكله تعبان. قلت له 36 سنه؟ قال لي 36 سنه. وفي خلال ال 36 سنة دول لم يحصل على الجنسية الألمانية، لا يحق لي العمل في أي شغلانة من الشغلانات الطبيعية، بيشتغل حاجات محددة. والأكتر من ده إنه بيروح يجدد الإقامة بتاعته كل كام شهر. قلت له بس يعني اعذرني أنا آسف، يعني ليه؟ حضرتك بتقول بقالك 36 سنة هنا، أنا أعرف ناس 20 سنة و25 سنة وما شاء الله عندهم البيت والعربية والحياة الكريمة والأسرة والكلام ده كله. أول حاجة هو جه بطريقة غير شرعية، هرب من حدود هنا على حدود هنا على حدود هنا لحد ما وصل لألمانيا. لما وصل لألمانيا نصحوه الناصحون وقالوا له اقطع الباسبور بتاعك عشان ما حدش يقدر ان هو يرجعك لمصر، انت ما فيش دليل ان انت من مصر، فما فيش حد يقدر ان انت يرجعك. وتاني اثبات بصمة صباعك، احرق صباعك اللي انت كنت مدي بيه البصمة عشان ما يقدروش ان هم يجيبوا البصمة بتاعتك فيعرفوا انت جاي منين ولا رايح فين. لا إله إلا الله على هذا العبث وعلى هذه النصائح الغريبة. دخل البلد ومش عارفين أصله من فصله، اتحط في المكان بتاع اللاجئين واتنقل من حتة لحتة، وبدأوا يصرفوا له فلوس يجيب بيها أكل وشربه ويدفع إيجاره. فبدل ما يدفع إيجاره راح عايش مع 50,000 واحد مصري في شقة سكنية. البوليس طب عليهم، هوب اقبض على الناس دي كلها، هم ليه عاملين كده؟ قصة حزينة جدا بسبب ان هو بدأ الموضوع بغلط. ما انت يا اخي العزيز كان ممكن تسافر بطريقة نظامية، حتى لو الموضوع صعب شوية، حتى لو هتتبهدل في الاول شوية، بس تحيا حياة كريمة بعد كده. القصة دي عشان اقول لك امشي في الخمس طرق الآمنين بدل ما تتعك والدنيا تبوظ منك بعد كده. بسم الله نبدأ. اول طريقة فيهم وهي الدراسة. هتدخل على موقع داد، هتدور على اسماء الجامعات. لو انت عايز تدرس باللغه الانجليزيه وانت الانجليزي بتاعك كويس، هتعمل في محرك البحث في داد ان انت عايز تدرس باللغه الانجليزيه. هناك هتنقي الجامعات اللي انت شايف ان هي كويسه وهتبعت لهم، هتقول لهم انا عايز اقدم، ايه الورق المطلوب. غالبا هم بيبقوا كاتبين الورق، بس لو مش مكتوب هتبعت لهم. هيقولوا لك والله محتاجين شهاده الثانويه العامه، او لو بقى في معاهد بتوازى او بتتعادل هيقول لك احنا محتاجين شهاده لغه، سواء كانت لغه انجليزيه فهتمتحن الايلتس او التويفل، او لغه المانيه فهتمتحن الامتحانات بتاعه الالماني سواء في جوتا او في اي مكان تاني، الاماكن اللي هي المعتمده. وهيقول لك محتاجين السي في بتاعك، محتاجين كفر ليتر اللي هو الخطاب اللي انت بتكتبه، الخطاب التحفيزي بتكتبه انت ليه عايز تسافر. هتكتب الحاجات الاساسيه اللي انت المفروض تديها لهم وتقدم بالابلكيشن بتاعتك. طيب انت قدمت الابلكيشن بتاعتك واتقبلت، هتقول لي بس انا عارف ان في مشكله في حته التقديم دي. قالوا ايه؟ انك انت حتى لو اتقبلت في الجامعه في حساب مغلق 10,000 يورو لازم يبقى جاهز عندك. اختلفت الاقوال في كيفيه حل مشكله الحساب المغلق بتاع ال 10,000 يورو. الحساب ده انت محتاجه عشان تعرف ايه تطلع الفيزا، حتى لو انت اتقبلت في الجامعه ما تعرفش تكمل في البروسيس من غيره. طيب اعمل ايه؟ السكه الاولى، ركز معايا كويس جدا، السكه الاولى في ناس بتستلف من اهلها في مصر، وبمجرد ما بيسافر المانيا بيبدا يشتغل ويبدا كل شهر يفك جزء من الفلوس المقفوله، لان انت كل شهر بتفك لك 700 800 يورو، يفك ويبعت لاهله، يفك ويبعت لاهله لحد ما ال 10,000 يخلصوا، ويبقى هو حوش مكانهم عن طريق شغله. دي سكه. السكه الثانيه ان انت بتخلي في حد داخل المانيا بيضمنك.
بيجيب الاقرار بتاع البنك بتاعه، هو معاه حساب كام في البنك، بيجيب المفردات بتاعه المرتب هو بيقبض كام، وبيمضي على اقرار ان هو ملزم بمصاريف معيشتك طول ما انت موجود في المانيا. بتعمل معاه الحركه دي، ولما بتيجي انت بتشتغل وبتصرف على نفسك وانت مش محتاج منه حاجه. وفي حاجة تالتة ما شفتهاش نجحت إلا مع شخص واحد بس في الناس اللي أنا أعرفهم، وهو إن والدك أو حد مسؤول عنك في مصر بيجي معاك وبيروح قدامهم في القنصلية. الكلام ده كان من 7 سنين، فممكن يكون الموضوع اتغير. يروح في القنصلية وبيمضي هناك، بيجيب البنك ستيتمنت آخر 6 شهور، وبيمضي برضو على إقرار إن هو هيصرف على ابنه أو قريبه هناك بغض النظر، وبناء على كده بيطلع الفيزا. ده حل الموضوع بتاع ال 10000. بمجرد ما بتحط رجلك في المانيا بتبدا ان انت تشتغل، فبتصرف على نفسك، فموضوع الفلوس مش هتبقى هي دي الازمه. دي السكه الاولى. طيب في سكه تانية لموضوع التدريس، في كده حركه تانية ممكن تعملها، انك تقدم على منحه داخل المانيا، فالجهه المانحه هي اللي بتصرف عليك، هي اللي بتدفع لك الاكل والشرب والاقامه وكل حاجه. دي برضو سكه تانية ممكن تعملها. اللي بعده، الدراسه عدت، عندي بعد كده الشغل. طب انا عايز اشتغل. الشغل يا جماعه مش لازم تبقى انت حد حريف IT عشان تيجي، بالعكس الحاجات المهنيه محتاجين فيها ناس كهربائي، سباك، نجار. الحاجات المهنيه تقدر ان انت تدور على شغل اونلاين وتقدم، تتقبل، تطلع الفيزا، تسافر. عندك موقع monster.de، عندك انديد، وعندك لينكد ان بقى للشركات الكبيره لو بتتكلم على IT او على البيزنس او كده. عندك الحاجات اللي هي تخش على لينكد ان، تنشن على شركه بعينها، تبعت لها، تبعت للاتش ار انا عايز اسافر، الورق المطلوب. محتاجه سعي يا جماعه الموضوع ده، ومحتاج نفس طويل، ومحتاج تقدم في 20 30 شركه عشان تتقبل، بس مجرد ما بتتقبل بقيه الاجراءات الى حد ما روتينيه، وتقدر ان انت تسافر وتيجي على طول ان شاء الله. السكه اللي بعديها موضوع التدريب. بعض الشركات بتبقى مش عايزه تدفع فلوس كتير للموظفين، فبيعمل ايه؟ فبيقوم قايل انا هعمل حاجه بسيطه جدا، انا هجيب حد من بره يجي يعمل عندي تمرين، هدفع له تفاتف فلوس، يجي يعمل التمرين بتاعي، يتعلم هنا في المانيا حاجه جديده ويرجع بلده تاني. فانت بتيجي على التمرين ده او التدريب ده، بيبقى مدته 6 شهور، بتاخد فلوس الى حد ما معقوله كطالب، وبعد ما تخلص او قبل ما تخلص التمرين ده تكون انت شبكت على شغلانه تانية، تكون شبكت على دراسه، تكون شبكت على اي حاجه. نفس الموضوع monster.de، انديد، واخر موقع كان ايه؟ انا نسيت اخر موقع كان ايه، تخيل بقى. او من على لينكد ان وتبعت للناس على طول انا عايز اجي اعمل تدريب عندكم في الشركه. السكه اللي بعديها سكه لم الشمل. حد هنا في المانيا الزوج او الزوجه عايز يجيب العيله بتاعته، يجيبهم هنا، فبتمشي في سكه لم الشمل. سكه لم الشمل جميله وحلوه ويمكن تكون هي اسهل طريق في الطرق دي، بس بتاخد منك وقت. فهقول لك تعمل ايه، حاجات سريعه، وهيبقى في فيديو منفصل هتكلم عن الموضوع ده، بس هقول لك حاجات سريعه تعملها. اول حاجه محتاج ان انت يكون عندك شقه، سعه الشقه كافيه ان انت تجيب حد. يعني ما ينفعش تبقى عايش في اوضه 10 في واحد، حاجه كده صغنونه قوي، وتقول انا عايز اجيب حد. لازم عندك شقه تسع ان انت في فرد كمان يجي معاك. 2، تكون بتشتغل ويكون في مرتب كويس تقدر ان انت تجيب بيه حد من مصر، سواء الزوج او الزوجه. واهم حاجه ان انت تحجز الميعاد بتاع السفاره قبل موعد السفر ب6 شهور على الاقل، لان انت تقريبا عشان تحجز ميعاد السفاره لو انت اتصلت النهارده بتاخد الميعاد كمان 6 شهور. فانت يعني ما تتاخرش في الحجز، احجز الميعاد بتاع السفاره بدري. لكن الشاهد انك تقدر تيجي عن طريق لم الشمل، حد يجيب اهله ان هم يجوا. الخطوه الاخيره او الطريق الاخير وهو طريق فيزا البحث عن عمل. فيزا البحث عن عمل فكرتها ان انت بتطلع فيزا مؤقته لمده 6 شهور، وبتيجي المانيا عشان تعمل مقابلات شخصيه او تدور على شغل. الى حد ما هتقدر ان انت تطلع الفيزا بسهوله وتيجي، بس مش كل الناس بتعرف ان هي تشبك في شغل. فهقول لك بقى تركايه بسيطه تعملها تظبط بيها موضوع الشغل ده. قدم على شغل من وانت في مصر لكل الشركات اللي انت تتخيلها وتتمناها، وتقول لهم ان انت هتروح المانيا تعمل الانترفيو هناك، وتجمع الانترفيوهات كلها في شهر واحد. تسافر الشهر ده هوب 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 انترفيوهات، اكسبتد هنا، ريجكتد هنا، تنقي الجوب اوفر، ترجع مصر تطلع بقى التصريح على نظيف بتاع السفر، وتسافر على نظيف، عمل فيزا والى اخره. بس مشكله الناس او الغلطه الناس بتغلطها انه بيطلع الفيزا ويسافر المانيا ويقعد بقى يتخبط في الحياه اول 4-5 شهور، وفي الاخر وقت الفيزا يكون خلص ويضطر ان هو يرجع مصر تاني. التخبط ده ملوش اي 30 لازمه. انت مش هتلاقي شغل على الارض، مش هتخش المحل تخبط عليه تقول له انت عايز حد يشتغل يقول لك اه تعالى. يعني همام في امستردام الموضوع اتغير شويه. محتاج دلوقتي ان انت تقدم من وانت في بلدك، وبعد ما تقدم ويقولوا لك طب تعالى للمقابله، تجمع المقابلات كلها في شهر واحد وتروح تعمل المقابلات، اتقبلت خلاص الموضوع نجح. طيب دول 5 طرق شرعيه.
هل يا لؤي عندك اي نصايح؟ عندي نصيحة مهمة جدا. ابعد كل البعد عن مكاتب اللي هي بتقولك انا هصفرك. 20,000 متابع بعتولي يا لؤي في شركة كذا، دفعت لهم 50,000 جنيه ودفعت لهم 100,000 جنيه عشان هم وعدوني ان مجرد ما ادفع الفلوس ان انا هسافر الشركة اتقفلت واختفت، مش عارفين هم مين ولا عارفين اي حاجة خالص. الشركات دي بنسبة كبيرة جدا بيكونوا نصابين وبيكونوا حرامية وبيضحكوا على الناس وبيسرقوا فلوسهم. ابعد عن الشركات دي. ممكن يكون فيهم شركات كويسه الله اعلم، بس احتكاكي من السوشيال ميديا ومن الناس بتحكيهولي كله وحش جدا. ابعد عن الشركات دي. قدم بنفسك، عندك 5 طرق واضحه تقدر ان انت تسافر بيها. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه يا سيدي ابعت لي، انا موجود وقاعد في المانيا اهو، هروح فين؟ ابعت لي قول لي يا لؤي انا عندي مشكله في كذا وعايز اسافر والدنيا مقفوله، اعمل ايه؟ وانا هقول لك وهتوصل. ناس كتير وصلوا المانيا الحمد لله في خلال الفتره اللي فاتت، وناس كتير اكتر هتوصل في خلال الفترات الجايه. امشي على الطريق الصح، الدنيا هتسلك. وكالعاده ادعي لي.